الأم عملت على بنتها مزاد للي يدفع أكتر. بنت البنوت ليها سعر، واللي عدى عليها القطر مرتين تلاتة برضه ليها سعر. البنت اتخضت واتفزعت. هي فاكرة أمها بتبيع نفسها عشانها وعشان تجوزها جوازة حلوة وتعيشها عيشة كريمة بدل الفقر اللي كانوا عايشين فيه. لكن اتصدمت في أمها وفي خالتها، بس صدمتها الكبيرة في أمها. طب ما تيجوا بينا نسمع القصة عشان نعرف ايه حكاية البنت دي، سندس بنت الدويقة. بس قبل ما نقول أي حاجة تعالوا نصلي على النبي كلنا في الكومنتات عليه أفضل الصلاة والسلام. سندس بنت الدويقة وأمها بدرية وأبوها كانوا قاعدين في أوضة تحت الصفر. الفراخ نفسها ما ترضاش تعيش فيها، لكن الحياة كانت صعبة جدا. قعدوا مع بعض يمكن لحد البنت ما كملت تقريبا 13 14 سنة. وهنا الأب طفش منهم، صحي الصبح ما لقوهوش، طفش. قعدت الأم بدرية تربي في سندس وتجيب قليل القليل علشان ياكلوه، العيش الحاف مش لاقيينه. بدرية ليها أخت اسمها سميحة، عايشة في منطقة اسمها السلام. قالت لها بقولك ايه، الدويقة دي مش هتلاقي فيها لقمة عيش، وبنتك كبرت واللي رايح واللي جاي عمال يبصلها، هتضيعي البيت. تعالي اشتغلي معايا وهتاكلي الشهد عندي. قالت لها انا ماليش في الشمال. قالت لها شمال ايه يعني، اليمين نفعك، هاتي بعضك وتعالي. المهم خدت بنتها ورمت الأوضة الحقيرة اللي كانت قاعدة فيها، ما لهاش عشة زي ما بيقولوا، وخدت بنتها سندس وراحت عند أختها سميحة في السلام. قعدت هناك لكن الدنيا لفت. الأم تعمل إيه علشان تحسن من دخلها وتسمع كلام أختها سميحة اللي كانت ماشية شمال الشمال؟ بقت تجيب لها رجالة في البيت وتروح اوردرات زي ما بيقولوا في المحضر بره، ومية ورا مية ورا مية لبست سندس بنتها الحلق والغويشة والخاتم والسلسلة، والدنيا لعبت لحد ما بقى سندس عندها 17 18 سنة. كل ده والأب طفشان ما نعرفش عنه أي حاجة. سيبنا من ده كله. المهم بدرية عجبها الحال وعجبتها الفلوس اللي عمرها ما مسكتها إلا عن طريق أختها سميحة. والدنيا بقى والعملية اشتهرت والإيه يعني بدرية بقى ليها صيت، لحد ما في يوم من الأيام خرجوا هما التلاتة، بدرية واختها سميحة وبنتها سندس. وهم خارجين لقوا الشباب عينيهم هتتقطع على سندس اللي لفت واتدورت. قعدوا مع نفسهم كده وقالت لها سميحة يا بدرية شفتي سندس حلوت ازاي؟ قالت لها البت خرطها خرط البنات والدعور مات. طبعا الدعور يعني اتقلب مات، بس المثل هو كده. المهم قالت لها طب ما نشغلها، ده احنا هنكسب دهب. راحوا كلموا البت بكل بجاحة وشالوا برقع الحياة وقالوا لها يا سندس تعالي اشتغلي معانا. في التحقيقات سندس قالت لهم اشتغل ايه، انتوا فاكرين نفسكم هتشتغلوا شغلانة عدلة؟ ردوا عليها وقالوا لها لا يا اختي، ده على اساس انك هتشتغلي بعد كده دكتورة، وانتي مش شايفانا ايه، احنا فاتحين بيت دعارة يا ماما، يعني مش هيجيلك حاجة، وان جالك هيجيلك واحد برضو من قواد زينا كده. البت فضلت تفكر وكانت فاكرة امها بتشتغل علشان تعمل لها مكانة محترمة او تجوزها جوازة محترمة، لكن لقت وشها زي قفاها. الدكتور بيجيب دكتور والسواق بيجيب سواق والسباك بيخلف سباك، والقوادة هتخلف ايه غير بنت ليه؟ ده كلامها بعد ما دورته في دماغها اللي هي سندس، وقالت لأمها هفكر. فالأم ما شاء الله بدل ما تحفز بنتها على الصلاة والصوم والعبادة، جابت لها بنات صغيرين من اللي شغالين معاها يقنعوها. بصي احنا شغالين، وبصي الذهب، بصي الخواتم، بصي بصي بصي، وبننقي وبنختار، طب ليكي علينا بقى
الراجل او الزبون اللي هيجي شاب حلو مقطقط كده، عيشي وتمتعي، نقي انتي والشرطي انتي واطلبي انتي المبلغ اللي انتي عايزاه، وهيمتعك وهيفرحك وفلوس في ايدك كمان. عاجبك عيشة القرف اللي احنا كنا فيها؟ ام بتقنع بنتها عن طريق بقى ناس زيها، يعني مش حاجة محترمة زي ما بيقولوا، انها تبقى ماشية غلط. ما علينا. فضلت بدرية الأم وسميحة الخالة يضغطوا على البنت سندس لحد ما سندس قالت أنا موافقة، وأغروها كلهم بالفلوس والعربيات هتبقى بقى يعني هتلعب زي ما بيقولوا. المهم قالت لأمها أنا موافقة. أمها قالت لها إيه؟ موافقة كده؟ لا 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 لا، ده العملية مش هتبقى كده، ده انتي زهرة لسه ما اتقطفتش. طبعا في ناس بتتردد على البيت، قالت يا جماعة أنا عندي بنت بنوت، اللي حابب يدخل أول مرة على بنت بنوت يدفع. طبعا في ناس كتير بقى، الجزار واللي ناس عالية جدا. فالمهم في واحد جزار عاشق لبنات البنوت، قال لها أنا. قالت لهم خلاص، ألا دونا ألا تري ألا مش عارفة إيه اللي بيتعمل ده. عملت المزاد وقالت يلا، 1000 جنيه، 2000، 5، 10، 6. وصل المزاد لحد 17,000 جنيه أو 18,000 جنيه، الليلة الأولى لسندس اللي هتفقد فيها عذريتها. الأم ما خسرتش، تجرت ببنتها. المهم كانت الليلة من نصيب جزار كبير جدا. دخل الجزار، قالت له بقى اشترطت عليه ام سندس خد بالك انت البت اول مره ما تجهدهاش، ما تعملها ليك مره تانية، بس ايه خد اللقطه الاولى بس. فعلا حصل كده، دخلت لقت بنتها بعد ما خلص بتنزف، جريت بيها على المستشفى. وفي المستشفى طبعا كانت المأساة الكبيرة ان ايه ده، دي معرضة لحالة اغتصاب وهي وتهتك في مش عارفة غشاء البقرة الغباء، او مش الغباء ده حكمة ربنا ان يرحم من البنت دي من مصير قاتل. الام هنا قالت ايه اللي احنا عملناه ده يا سمية؟ قالت لها ايه ده صح اللي عملناه يا بدرية؟ احنا ازاي نجيب البت بايدينا على المستشفى وهي بتنزف؟ ما هو الدكتور هيكشف هيلاقي النزيف ان هي اتعرضت لاغتصاب، هنودي نفسنا في داهية. قالت لها لا، هنحلها. المهم قعدوا يلقنوا البنت، وقالت ان هي كانت ماشية واعتدى عليها شوية شباب وهي ما تعرفهمش، والبت بقت أستاذة في الكذب زي أمها وخالتها. وعدت الليلة هنا إذا كانت في المستشفى أو في النيابة، ولم يتم العثور على اللي اعتدوا عليها دي، والدنيا عدت. والبنت كبرت أكتر وفارت أكتر، وبقى ليها اسم وصيت واتعرفت في المنطقة الجديدة، لأن لما الدنيا لعبت معاهم راحوا مدينة نصر، جابوا شقة فخمة بقى وفتحوا بقى وعملوا كام فرع لنفسهم. المهم بقى اسمها الشهير ضي السلام أو نجمة السلام، اتمعروفة هناك قوي زي ما بيقولوا. المهم ايه، مين يا ولاد نجمة السلام؟ يا ولاد عايزين ضي السلام، بقت بتطلب بالاسم. اتدربت بقى وبقت فاهمة تعمل ايه وتجذب الرجالة ازاي، لحد ما اشتهرت والصيت بتاعها عالي وسعرها بقى اعلى واعلى واعلى. والحاجة بدرية والحاجة سمية ركنوا بقى خلاص عظمة وكبرت، وابتدت بقى اللي تمسك المنصب بقى وتمسك الشغل، هي ضي القمر او بدر القمر زي ما كانوا بيلقبوها، سندس البنت اللي عملوا معاها او عملوا فيها مزاد او عليها مزاد علشان تكبر. وكبرت البنوتة بقى وما بقتش بنوتة، بقت أستاذة، والصيت عالي، وابتدت البلاغات تتقدم ان في شقق في الاماكن 1 2 3 يتردد عليها ناس ورجالة تقيلة بيعملوا الفاحشة وبيعملوا حاجات مش كويسة، وفي بنات بتتردد وشباب بيترددوا،
وتم القبض على الشبكة دي اللي كانت مكونة من ضي القمر، أو مش عارفة إيه القمر الشهيرة بكده، اللي هي سندس اللي قتلوا براءتها واتقبض عليها مع أمها بدرية وخالتها سميحة. وفي أثناء التحقيق معاها قالت إن هم حاولوا يقنعوها بكل الطرق لحد ما بقت كده، لكن هي ما كانتش تتمنى لنفسها كده، وقالت على المزاد وحكت كل التفاصيل اللي أنا حكيتها دلوقتي. طب يا ترى بقى سندس ضحية ولا تستاهل العقاب ولا ايه بالظبط؟ قولولي في الكومنتات. ويا ترى الأم بدرية تجرد ببنتها هي وأختها سميحة، يا ترى يستاهلوا عقاب ايه؟ يا ترى هل البنت الفقر ممكن يوصلها انها تبيع شرفها وتبيع نفسها للي يدفع اكتر زي ما عملت كده؟ طيب هل كان عندها فرصة تتراجع لما الفلوس جريت في ايديها؟ ولا القرش حلو، ولا ربنا بيبارك في المال الحرام ويدي فيه البركة جامدة قوي علشان يزيد عذاب اللي عمل الحرام؟ قولوا لنا انتوا، قولوا لنا انتوا، سندس او ضي القمر او زي القمر او بنت القمر حسب ما لقبوها تستاهل عقاب ايه؟ ومين السبب ومين ليه ذنب في اللي هي فيه؟ شكرا لكم وشكرا لحبايبي متابعين قصص وحكايات هدى، وانتظروني تاني في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى.